أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني أراد أن يبين أنني بعثت لأمر دينكم، لما هو أعظم، ما هوش لأمر دنياكم. لهذا الناس لا بد أن تفرق بين ما هو من أمور الدين وما هو من أمور الدنيا. من أمور الدين وحي، من أمور الدنيا خبرة وعلم وما إلى ذلك من هذه الأمور التي يعرفها الناس. ولهذا أكثر علينا هذه الأيام من الضجيج كعادتهم حول رؤية 2030، يلمزون بها السعودية ويطعنون فيها. ما هوش طعن مبطن، طعن صريح. والمشكل أنهم جمعوا في طعنهم البر والفاجر والعالم والجاهل، ورجعوا الناس كلهم على رؤية 2030 صلى الله عليه وسلم. هذه رؤية متعلقة بدنياهم، هم بشر واجتهدوا كبشر، إن أصابوا فلهم وإن أساءوا فعليهم. ما هيش رؤية دينية قال في 2030 الدين راح يتغير، راح تتبدل الأمور، كتغير المسار الذي ادعى أصحابه تصحيحه، وهو في الحقيقة تلويثه، مسار الذي عليه علماؤنا وأئمتنا، والذي استمده هؤلاء على ما كان عليه سلفنا. هذا الذي نرتضيه لأنفسنا ولا نرتضي غيره. لا نتركه لما يقوله القطبيون أو السروريون الذين أرادوا إحداث في دين الله، الإحداث في دين الله حقيقة مناهج ما أنزل الله بها من سلطان، مخالفة للمنهج النبوي، لمنهج الوحي، لمنهج العصمة. ولهذا هذه من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نفقهها، أن نعلم أن العصمة هي المقصودة، والعصمة في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، لا غير، لا غير. وتطبيقها والسير عليها لا يكون إلا بوجهة واحدة، الوجهة السلفية، ما كان عليه سلف هذه الأمة. وما كان عليه سلف هذه الأمة هي الوجهة التقليدية في الحق، ونحن راضون بها، معتزون بأصولها وبمنهجها، ثابتون عليها بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه لنا. إذا سرنا خلف كل محرف ومبدل ومتكلم في الدين بجهالة واندفاع ومخالفة وتدليس وتلبيس، هذا يفسد علينا ديننا، هذا يفسد علينا ديننا. وأنا في هذا الباب في الحقيقة كنت أريد أن أذكر إخواني بكلمة عظيمة قالها وتعرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، حيث استدل بآية كريمة وقال: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. الإمامة في الدين لتميز عن غيرها من إمامة الدنيا. إمامة الدين ترجع إلى الكبار في هذا الدين، وكبارنا هم علماؤنا الذين شهدت لهم الأمة، شهد لهم الأثبات من العلماء، لأننا حتى نميز بين الشهادة المعتبرة والشهادة التي لا يجوز الالتفات إليها. يجي واحد جاهل لا يفقه حتى أساسيات في دينه ويقول فلان علامة، فلان أعلم الناس، هذا يؤخذ عنه في هذا الباب. من أنت حتى يلتفت الناس إليك؟ أنت لما تقول هذه البطاطا مليحة
وكنت من أهل هذا الشأن أخذنا بقولك. أما أن تتكلم عن درجات أهل العلم وتتجرأ على التصنيف، هذا عالم وهذا علامة، هذا يقال له استحي، استحي من نفسك. ولا يجوز لك أن تحشر أنفك فيما ليس لك فيه. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن إذا تكلم الكبار العلماء هؤلاء يؤخذ بقولهم ويعتد بكلامهم. يقول الشيخ الألباني عن الشيخ ربيع: إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان. يقول الشيخ ابن باز عن الشيخ الألباني: محدث هذا العصر. يقول الشيخ ابن عثيمين في حق شيخه الشيخ ابن باز: فقيه الدنيا. أو يقال عن الشيخ العباد: محدث المدينة. هؤلاء يلتفت لقولهم. الرجل لا يفرق. لو سألته تعريفا اصطلاحيا للمقلد والمجتهد يحير، لا يهتدي إلى جواب. يقول لك: شنو هذا؟ شو الغازل؟ ويقول يتجرأ: فلان مجتهد. من أنت؟ فلان مجتهد، داروه مجتهد، وبعدين كبير المجتهدين، حتى وصلوا إلى ما وصل إليه أهل البدع والأهواء قديما وحديثا، أنه لا يرى مثله. وهذا ربما اعتقده حتى هو في نفسه، حتى أصبح لا يرى مثل نفسه، ما كاش كما هو أبدا. إذا قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي. هذا لا يقال إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في حق المعصوم. أما كل قائل يقول نقول قال، هذا قوله. وإحنا مشكلتنا عندنا وخاصة في الوسط السلفي الجزائري أننا نعتبر بكل واحد. ها مدة الأخيرة الرملي قال: من هذا الرملي؟ من هذا الرملي؟ واحد طالب علم يتكلم في مسألة يخالف فيها الكبار، نترك الكبار إلى قوله؟ أبدا. القول إذا كان عاري عن الدليل، ما نجي نتكلموا على الأقوال التي تكون بأدلتها. قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر كما قرره سلفنا، لكن كأصل لا ينبغي أن تترك أمثال هؤلاء لمثل هذا أو من كان في درجته، سواء من يدافع عنه أو سواء من يغرد له أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. هذا قال، يجي يبدأ يقولوا، نقول له: هذا قول فلان. هذا لا يعدو أن يكون قول فلان. وإذا قال فلان، العبرة ما إيش في قوله، العبرة في دليله. جيب لي وش هو دليله. قبل قليل أحد إخوانكم قال لي الفتوى لأول مرة نسمعها واستغربتها. قال أنه أفتاه مفتي يقال أنه مجتهد، قال له في سنة التوجه إلى الخطيب في الجمعة إذا كان الخطيب على السنة وعلى الجادة، إذا كان مخالف ليس من السنة أن تلتفت إليه. خاص غير يقول من السنة أنك تستلقي على الأرض وتتوجه لسقف المسجد. وش هذا قال: إحنا استغربنا. لما استغربتوا ما تقدرش تسألوا ما الدليل يا فلان، ما دليلك في هذه المسألة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق في هذا وأطلق في الأئمة: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. أحسن، بارك الله، اتفقنا عليها، هذه ما تنساهاش، تدخل فيها. فهذا أصل نبوي: إن أساءوا فلكم وعليهم، ثم مطالبون بالأحكام.
اللي جات للمأموم توجه للإمام تاعك، توجه للإمام تاعك. وهذا التوجه لأمر نبوي، تعظيما لهذا الأمر، ما هوش تعظيما للإمام. هذه مسألة ينبغي الانتباه إليها، مثل قضية تحريم الخروج على الأئمة. عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، أصحاب المنهج السوي والمسار الصحيح الذي لم يلوث بشيء، أن عدم جواز الخروج على الأئمة سواء كانوا بررة أو فجار، حتى وإن جاروا وظلموا، حتى وإذا وصل لهذه الدرجة أنت تسمع وتطيع. زاد النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم قال لك: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أصحاب الرجل المزعومة المكذوبة يقول لك: كيفاش هذا؟ والله ما نخليه. يقول لك: هذا والله ما نخليه، أنا ما على باليش به، ما على باليش به. هذا خطاب تاع علي بالحاج وجماعته القدم وجدد، ما على باليش به. يقول يخالف نضل كلمة حق عند سلطان جائر. يعني كأن الذي نطق بما سمعتم قبل هذا ليس هو المعصوم، ليس هو المعصوم. هكذا يكون الانحراف عند الناس لما تختل الموازين ويسمون الأشياء بغير أسمائها، والحقائق تتبدل. يولي معنى الرجولة عندهم، يقول فلان راجل ما على بالوش بالرئيس يتكلم يرد على الرئيس، هذا هو الراجل عندهم. والمتبع للسنة وللهدي الذي يمسك لسانه عن ولاة أمره ولا ينكر عليهم الإنكار العلني في غيبته، تعظيما لشرع الله وتعظيما لأمر رسول الله. هذاك ما هوش راجل، هذاك مداهن ومش عارف شو يسموه، منباطع. هذه حاجة أخرى، الطاعة المطلقة. هذه كذا كان الوقت نلحقوا لك يلقبوهم جماعة الطاعة المطلقة. هذه الطاعة المطلقة ما صدرت إلا منه، ما كان حتى واحد قال. ونتحداه لو يجيب هذا الاستعمال عند عالم من علمائنا، لا من المتقدمين أو المتأخر أبدا. كيف يكون هذا راه مناقضة بنفس النص. حيثما وجدت الطاعة بغير العصمة تكون مقيدة. الطاعة بالمعروف، الطاعة الرعية لإمامها، طاعة الأبناء لآبائهم، طاعة الزوجة لزوجها. سمعت واحد قال أن تكون طاعة مطلقة؟ أبدا يا عباد الله، حتى تعلموا أن هؤلاء يلبسون على الناس، يلعبوا بالمصطلحات والتي من خلالها يلعبوا بعواطف الناس، والتي نتيجتها تحريف منهجهم وعقيدتهم. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. هذا دين، هذه أمانة، دين عرضه الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كما قال الله جل. هذا الظلم والجهل ماثل بين أعيننا من خلال هذه النماذج. لما هذا كله؟ وبعد تتهم بهذا كبار الأمة وعلماء الأمة. وبشوية ما تقولوش هاو ما صرحش وما ذكرش الشيخ الفوزان وما ذكرش الشيخ الحيدان وما ذكرش رحمة الله عليه، ما ذكرهمش. هذه مرحلية، هذا تدرج، لأن الخطة مرسومة من زمن. هذا الناس لازم يروحوا
لازم نحيوهم من الطريق، لأن هذا الناس يفضحونا، ولهذا نسقطوهم قبل أن يتكلموا، حتى إذا تكلموا لم يسمع لكلامهم. هذه هي الخطة. هذا هو فكر الانبطاح اللي بدأ في عقولهم وفي مخططاتهم، واتهموا به غيرهم، واتهموا به أفاضل أهل مثل الشيخ سليمان والشيخ محمد بازمول، والقائمة ما زالت مفتوحة. أي واحد يخالف يلحق ويوصف بهذه الأوصاف المشينة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لا بد علينا أن يكون ثباتنا تبع لثبات سلفنا. سلفنا ثبتوا بهذا التمسك، بهذا الفهم الصحيح أولا للحق. هذه البداية، أن تفهم وتعرف ما هو الحق لتميز بعد ذلك بينه وبين الباطل. الناس الآن جهلة لا يفرقون بين الرد على المخالف الذي هو واجب من الواجبات جعله الله تبارك وتعالى في أعناق كل داعية إلى الحق. داعي إلى الحق لا يكون كذلك إلا إذا كان في برنامجه الرد على المخالف، لأن الحق لا يتضح إلا بهذا. ما تقدرش تقول أنا أبين الحق للناس ولا أرد على أحد من الناس. هذا في حالة واحدة، إذا وصلنا الزمن كالزمن الذي بشرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الزمن لا يكون في هذه الأمة إلا عند بدايتها ونهايتها. نهايتها إذا ظهر الإمام العادل مع نزول عيسى عليه السلام، ويعم العدل في الدنيا، ويحكم الناس بشرع الله تبارك وتعالى، يصبح الناس على قلب رجل واحد. أما في غير هذه أو في زمن الصحابة، في غير هذه الأزمنة الناس يختلفون، وواحد مشرق وواحد مغرب، والعبرة بموافقة الحق. هذه الموافقة التي لا تكون إلا بعد معرفته. ولهذا كانت بدايتنا بالعلم النافع، ودعوتنا قائمة على العلم النافع، العلم الصحيح. العلم الصحيح لا تظنوه أن هذا التفريع والتفصيل الذي تسمعونه في كلام بعضهم ويبدأ يسردك في الأقوال. لا، العلم الصحيح الذي يربطك بالوحي، الذي من خلاله لا تعظم إلا الوحي. ما تعظم لا زيد لا عمر، ولا تقدس لا فلان ولا علان، قدس الحق فقط. والحق في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الناس جميعا يعظمون النص، يعظمون الآية، يعظمون الحديث، ولا يقدمون على قول رسول الله قول أحد من الناس حتى لو كان صحابيا. الصحابة أجل من أن يتعمدوا مخالفة قول نبيهم عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورحمة الله على علماء هذه الأمة جميعا، العلماء الربانيون الراسخون، لما قال له أحدهم حديث كذا وكذا أتقول به؟ فغضب غضبا شديدا، قال له وما تراني ألبس زنارا حتى لا آخذ بحديث رسول الله؟ من يجرؤ على مخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا تربى على من قبله، تربى على مثل الإمام مالك الذي تربى عن مثل نافع، والذي تربى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في العلم، في الأخلاق، في الجود، في كل شيء. احنا بعض الأخلاق كأنها اندثرت، قاعدين نتبعوا في الأعرج والمكسر والعايب، ودرناه هو المثل والنموذج
ولا مثل لنا مضت ولا فما أورثنا إلا العوج. صلى الله العفو والعافية.